السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي في الله عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا بأحسن حال، وحشتوني جدًا، جدًا، هنقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معانا بقى 2 رِنجة كده حلوين مبطرخين، ومعانا 4 بصلات حلوين كده وسط، مش كبار أوي، ومعايا هنا حوالي نُص كيلو من الطماطم، و3 قرون فلفل أو 4 قرون، حار بقى أو بارد حسب الرغبة. معايا بقى إيه كيلو من البطاطس كده إيه، قطّعته صوابع عشان نبقى نقليه جنب الأكل، تمام، ومعايا بتنجانتين مقلبظين كده وحلوين يا حبايبي، يالّا بينا نقطّعهم. هنقشّر بس حتّة كده منّهم، جرّبي الطريقة دي هتعجبِك أوي، جميلة، 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 وأولادِك هيحبوها. ربنا يحسن ما بين إيديكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنقطّع البتنجان أهو، طرنشات أهو، وبعد كده نقسم الواحدة الكبيرة 2 أهو يا حبايبي. بُصّي اللي ألاقيها صغيّرة مش هاقطّعها 2. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قطّعي البتنجان زي ما تحبّي، أنا باحبه إيه، يعني سميك شوية مش رقيّق. هاعمل دي بقى معاكم يا حبايبي وآجي لكم تاني. خلاص كده نحط بقى عليه رشة ملح ونقلّبه رشة بسيطة يا حبايب قلبي، ونركنه بقى إيه شوية كده على جنب كده. يالّا بينا بقى نعمل الخلطة بتاعة الرنجة، الخلطة الجبارة الجميلة دي، دي غدوة يا حبايبي. هنخرّط بقى ال4 بصلات كده، اللي لسه ما يعرفش الطريقة دي وجرّبها تحفة، تحفة، تحفة. كأنِّك ما كلتيش رنجة قبل كده. حبايب قلبي ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان إيه، يوصلكوا كل جديد. اللايك يا حبايب قلبي بيعلّي القناة معانا ويعلّي الفيديو، وعشان نكبر نبقى عيلة اشتركوا في القناة. خلاص كده خرّطنا البصل وحطينا الفلفل الأخضر، هنقطّع بقى الطماطم زي السلطة كده. بسم الله. أخلّص الطماطم بقى وآجي لكم، أهو هاحط كلّه على بعضه وأقلّبه. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الزيت ده هنرش بقى رشة كده إيه على الحاجات اللي إحنا حطيناها دي. اديله تقليبة كده بسم الله. في حتت بلاقيها سليمة باقطعها تاني. يلا بقى نفرقع الرنجة على البوتاجاز أو نطرشقها أو نشويها. طبعًا بنوتي بتحب الرنجة وهي كده باسِت لها حتة على جنب. امسكها بقى أقشّرها كده بعد ما شويتها على النار على البوتاجاز على طول، ما فيش لا طاسة بقى ولا كاني ولا ماني، أنا باغسل البوتاجاز. هي أحلى طريقة دي. هامسكها أفصّصها بقى وأشيل السِل منها وأحطها على الخلطة الجبارة دي بقى وأقلّبها. مش عايزة أقول لكم بقى اللي حصل ورا الكاميرا، لمّا فصلت كده بقى مش عايزة أقول لكم. ده البطروخ بقى الخشن، تحفة جميل. نضّفيه كده بقى وقطّعيه. بس باقول لكم كده جميل، هيعجبكم إن شاء الله. أنا من عشاق الرنجة على فكرة. أنا ساعات بافطر بيها والله الخلطة دي يا حبايبي. اللي بيعمل كده يقول لي.
قلبي بقى يا حبيبة قلبي الخلطة الجبارة دي كده على بعضها، بص لما بلاقي سلة بشيلها، قلبيها بقى على بعض كده، معلقة بقى سكينة، ويلا بينا بقى ايه، هقلي بقى البتنجان من كده، مش طبعا كلكم بتعرفوا تقلي البتنجان وتعملوا ايه الدقة بتاعته، قرن فلفل، فصين توم، حبة كمون، حبة ملح، اديهم كويس، وترشيهم وطماطمايه وتحطيهم بقى على وش البتنجان، بسم الله، وليمونة طبعا، ما شاء الله ما شاء الله، الأكل ده أنا بحبه أحلى من الديك الرومي نفسه. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا حبايب قلبي، ما تنسوش بقى في اللايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ما تنسونيش في اللايك يا حبايبي، في رعايه الله وامنه، مع الف سلامه.